لو انت خايف تبدأ تتعلم برمجة دلوقتي عشان سمعت ان الذكاء الاصطناعي اللي زي شات جي بي تي او كلود هياخدوا مكان المبرمجين، فانا جاي اقول لك ان عندك حق. الذكاء الاصطناعي فعلا هياخد مكان المبرمجين في حالة واحدة بس، هياخد مكان المبرمجين اللي حافظين مش فاهمين. لكن بالنسبة ليك لو عرفت تستخدم الاي اي صح، فدي اعظم مرحله في التاريخ تقدر تدخل تتعلم فيها البرمجه. تعالى معايا في الفيديو ده، انا هكسر لك كل الاصنام اللي مخوفاك من تعلم البرمجه، وهوريك بشكل عملي ازاي الاي اي مش بديل ليك، ده السينيور ديفلوبر بتاعك اللي هيخليك تطلع الشغل اللي كنت بتطلعه في اسابيع تطلعه في ايام. كوبايه قهوتك وتعالى اسمع مني الكلام اللي هيغير مسار تعلمك للبرمجه في 2026 تماما. خلينا نتكلم بصراحه، هندسه مع خبره 6 7 سنين، فالاي اي بيكتب كود اسرع مني ومنك كمان، وكمان بيعرف يطلع الباجز والايرور ويحلها اسرع مني ومنك كمان برضه. طب احنا كده ايه لازمتنا؟ المشكله في العصر اللي احنا فيه ومن زمان كمان ان الناس فاهمه البرمجه غلط، فاهمه ان البرمجه دي تايبنج للكود او كتابه للكود بشكل عام، او انا بكتب كود بس. لكن البرمجه في الاساس هي البروبلم سولفنج او حل المشكله، فبالتالي الاي اي بينفذ لك حل المشكله اللي انت بتديها له. فلازم تكون انت فاهم المشكله في الاساس عشان تخلي الاي اي يحل المشكله. لو انت بتمشي ومنساق ورا الناس اللي طالعه جديد تقول لك برومبت كورس او اي اي برومبت انجينير كورس، الحاجات دي حرفيا هتخليك تعرف تكتب برومبت قوي جدا، وكمان تعرف تطلع كود شكله نظيف جدا وشكله حلو جدا. بس الكود هنا هيبقى شكله حلو، ما بيحلكش المشكله بنفس الاداء او بنفس البرفورمانس اللي انت محتاجه في المطلق. انا عايزك تتخيل معايا ان الاي اي ده اصلا شبه الاله الحاسبه. زمان لما طلعت الاله الحاسبه قالوا خلاص بح، مفيش مهندسين مفيش محاسبين مفيش الكلام ده كله. فهل ده حصل؟ لا، ما حصلش، والمهندسين موجودين لحد دلوقتي والمحاسبين موجودين لحد دلوقتي. الآلة الحاسبة بس سرعت شغل المهندسين أو المحاسبين. زمان عشان كنت تتعلم كنت بتغرق في بحر من الايرور، او بحور، او زي ما بيقولوا كده حاجات كتير من الايرور وبتغرق فيها. وكنت تغرق بقى في منتديات زي ستاك اوفر فلو، وتخش على دبليو 3 ويب سكول وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. لكن دلوقتي انا عايزك تتخيل ان معاك اداه، لو وقعت في ايرور فالاداه دي مش هتحل لك الايرور، هي هتقول لك الايرور فين وهتعلمك ازاي تحله وهتشرح لك ازاي تحله. تعالى معايا بقى اخدك في امثله عمليه اوريك ازاي فرق تفكير الشخص اللي داخل يتعلم يحل مشكله بالاي اي والشخص اللي الاي اي اصلا هيحل له مشكله. في حاجه عندنا في البرمجه، هحاول على قد ما اقدر ما احطش مصطلحات بالانجلش، في حاجه عندنا في البرمجه اسمها الشرح بالقياس. يعني ايه الشرح بالقياس؟ لو انت بتتعلم وما فهمتش الاو او بي اللي هو اوبجكت اورينتد بروجرامينج، بدل ما تقعد تحفظ في دماغك هنا مصطلحات معقده، انت ممكن تخش كده. للاي اي بكل اختصار وتقول له او تكتب له بكل اختصار، ممكن تقول له اشرح لي الاو او بي listen in كاني طفل serious. عندي 10 سنين ومهتم بعربيات السباق، او مهتم باي حاجه انت عندك اهتمام بيها او شغف غير البرمجه. زي ما واضح معانا دلوقتي، فالاي اي هيشرح لنا بطريقه ما يخلكش تنسى كل اللي اتشرح لك، او استحاله تنساه تاني، هيثبت في دماغك بمثال عملي. المثال الاول هنا انا شرحته لك عشان تشوف ان الاي اي بيساعدك في التعلم مش هيلغيك. طب تاني حاجه هتكلم فيها في ان هو يساعدك فيها في التعلم وهي الكود ريفيو. طب انا دلوقتي كتبت كود وحاسس ان الكود ده بدائي جدا، بدائي يعني انا حاسه في حاجه اسهل او في حاجه احسن من كده هتقدر تخليني اطلع بنتيجه، او زي ما بيقولوا كده عدد سطور من الكود اقل هيخليني اطلع بنتيجه احسن. فانا ممكن ادي الكود ده للاي اي واقول له علمني ازاي احل الاخطاء اللي هنا، واكتب الكود ده بحاجه اسمها البيست براكتس او افضل طريقه. فلو شايف قدامك الاي اي هيحل لك وهيكتب لك الكود بالبيست براكتس بتاعه، وهيعلمك كمان وهيكتب لك كومنتات لو ضفت له انك تكتب لي كومنتس بالعربي، فهيعلمك كمان وهيوريك ازاي تكتب الكود بشكل احسن. ثالث حاجه خليك تتعلمها مع الاي اي هو كسر حاجز الخوف من الايرورز. نفترض انت بتشتغل بنكس جي اس دلوقتي، فانا عايزك اول ما يطلع لك ايرور او اول ما يطلع لك اي حاجه في اي ايرور تاخدها زي ما هي وتديها للاي اي. وركز معايا هنا، انا مش هقول له حل لي الايرور، انا هقول له اشرح لي الايرور ده جه ليه. بعد ما هقول له اشرح لي الايرور ده جه ليه، لو انا عندي
الفكر او عندي المعلومه الكافيه ان انا اقدر احل الايرور ده، روح وحل الايرور. لو ما عندكش، عايزك تيجي على نفسك شويه وتخش تبحث على جوجل ازاي تحل الايرور ده، او تخش تبحث في الدوكيومنتيشن ازاي تحل الايرور ده. ما وصلتش لحاجه في الاخر، قول له ازاي احل الايرور ده، هيقول لك هتحل الايرور ده، عندك مثلا سطر الكود الفلاني في مشكله هنا، فانت هتحله بالشكل الفلاني. فبالتالي انت عندك 3 طرق تستخدم بيهم الاي اي ان هو يعلمك مش يستبدلك. احنا ممكن نروح لحاجه تانية وتقول لي طب انا كده هذاكر ايه؟ طيب هل الاساسيات لسه مهمه؟ خليني بقى كده ارجع بظهري للكرسي لان الموضوع ده شيق جدا وهنتكلم فيه. حابب اقول لك ان الاساسيات اهم من اي وقت فات عندك، اهم من اي وقت كنا بنتعلم فيه في 2020 2021 2019 وحتى قبل كده. فالاساسيات احنا في اهم واكتر فتره الاساسيات فيها مهم عشان تقدر تواكب العصر وتبقى مبرمج مش فايب كودر، المصطلح اللي انا اصلا ما بحبوش وما بعتمدش. خلينا برضو نمسك 3 نقط كمان مع بعض ونتكلم فيهم شبه ما اتكلمنا فوق، نتكلم هنا في 3 نقط. اول حاجه الاساسيات او الفاندمنتالز، اللي هي الخوارزميات، الداتا ستراكشر، انك ازاي تفتش الداتا، انك ازاي تعمل حاجات كتير قوي، دي موجوده ولازم تتعلمها في الاساسيات. الاي اي هيكتب لك كود وهيكتب لك سنتك صح، بس انت لازم توجهه لللوجيك، وانت لازم تبقى فاهم اللوجيك عشان تبني اللوجيك في كور المشروع بتاعك والاي اي يشتغل عليه. لو انت مبرمج، فالسيستم ثينكينج ده حاجه مهمه جدا، لازم تبقى فاهم الاستراكشر بتاع المشروع، الاستراكشر بتاع الحاجه، الاستراكشر بتاع الفولدرات. لان حتى مع ظهور الايجنت في الاي اي، فالايجنتس دي قادره انها تغنيك عن ملف، انها تكتب لك ملف، تحل لك ايرور جوه ملف، تعمل الكلام الجميل ده كله، بس مش انها تبني لك ستراكشر بتاع مشروع كامل. لانها لو عملت لك ده فانت هيبقى عندك انت المشكله وهتواجهك انت المشكله، لانك بالشكل ده مش هتبني مشروع منظم. فلما يجي مبرمج وراك هيعدل في الكود، فصاحب البروجكت ده هيحاسبن عليك، واحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي يا صديقي. ثالث مهاره وهي مهاره البرومبت انجينير او مهاره طرح الاسئله. المبرمج الشاطر دلوقتي وهو المبرمج اللي يقدر يخلي الذكاء الاصطناعي يروح مكان ما هو عايز ويحر له الايرور اللي هو عايزه. ده مش معناه ان انا لسه قايل لك فوق انك مش هتبقى برومبت انجينير، لا، بس انت لازم تبقى فاهم بتكتب ايه للذكاء الاصطناعي وتشرح له ايه المشكله اللي بتواجهك وايه المشكله اللي انت عايزه يحلها او ايه المشكله اللي هو يحلها لك. لان الاي اي هو حاجه مش لوجيكال شبه البرمجه قوي. يعني البرمجه لو انا كتبت لها اكس زائد واي بيساوي زد، فلو رجعت عرفت قيمه المتغيرات مثلا ان الاكس ب7 والواي ب13، فبالتالي الزد اوتوماتيك هتبقى ب20. لكن الاي اي في كل مره في كل سؤال هيطلع لك نتيجه مختلفه، وده هتلاحظه لما تخش على كلود وجيميناي وديب سيك وشات جي بي تي. انا عايزك تعمل التجربه دي دلوقتي، تخش عليهم وتكتب لهم السؤال ده: انا عايز صفحه HTML مع تلون CSS في CDN وعايزها صفحه متجر الكتروني. هتلاقي كل واحد منهم بيطلع لك UI مختلف، هتلاقي كل واحد منهم بيطلع لك حاجه مختلفه عن التاني نهائيا. قبل ما نختم هندسه لازم احذرك من اكبر فخ بيقع فيه المبتدئين دلوقتي، هو وهم الانجاز. طب هو يا باشمهندس زياد، هو بكل اختصار انك تخلي الاي اي يكتب لك ابلكيشن كامل او ساس كامل وتشوفه وهو شغال، هتحس انك انجزت ابلكيشن كامل وابلكيشن كامل شغال، فتقدر تطلعه لايف. فخد بقى كده معايا وركز، لان الكلام ده من مشاريع حقيقيه ومن شغل حقيقي حصل فيه مشاكل مع ناس كتير جدا جدا جدا. اول حاجه عايز اكلمك فيها، لو انا جيت وقلت لك عدل لي سطر كود واحد جوه الابلكيشن ده، هل انت عارف فين السطر اللي بيعمل الحاجه الفلانيه عشان تعدله؟ عايزك تحط على الموضوع ده 100 اكس، فهتقف ومش هتعرف تعمل حاجه، فهترجع تستخدم الاي اي. فالمشكله هنا كانك مدي عجله او اطار زي ما بيقولوا كده اخواتنا في السعوديه لبسكليته او عجله عندنا في مصر، ومديهم لبعض وتقول لهم غيروا بعض. فمش منطقي، لازم عنصر بشري يتدخل. لازم انت تكتب الكود بايدك وتغلط مره واثنين وثلاثه، وصدقني صدقني صدقني لما تغلط مره واثنين وثلاثه هتيجي في المره اللي بعدها مش هتغلط، وهتبقى فاهم الفكره دي اتحلت ازاي. ففي الاخر عايز اقول لك ان البرمجه عمرها ما كانت كتابه اكواد. البرمجه طول عمرها هي انك تكتب او تصنع حل مش موجود، او زي ما بيقولوا حل من العدم. فالاي اي هو اداه من ضمن ادواتك زي فيجوال ستوديو كود، شبه اكزام، شبه مونجو، شبه اي حاجه انت بتشتغل بيها. فحابب اقول لك انك ما تخافش من البرمجه او تخاف من الاي اي، خاف من انك تفضل في مكانك والعالم كله عمال بيتحرك. عشان كده وعشان انا عارف ان البدايه ممكن تكون تقيله عليك
وصعبه شويه وكنت تايه شويه، فحابب اقول لك ان انا عملت لك ورشه مجانيه. الورشه دي مجانيه بالكامل، بناخد دفعه كل شهر بنطلع بيها وبنتكلم في حاجات لايف وحاجات مهمه جدا. الورشه دي اسمها ازاي تبني مبرمج ناجح، ورشه مجانيه زي ما قلت لك بالكامل، وبتبقى لايف مش مسجله. في الورشه دي بنقعد مع بعض نحضر خطه عمليه واحده واحده من الصفر، وبجاوب على كل اسئلتكم، وبنعرف ازاي نستخدم الادوات دي صح عشان اوفر عليك سنين من اللخبطه وسنين من حل المشاكل وسنين من الاكواد وسنين من انك مش عارف تسعر شغلك ازاي وسنين من حاجات كتير قوي جوه الورشه. هتلاقي رابط جروب الورشه تحت في الديسكربشن، تقدر تخش عليه وتلاقي الملف PDF بتاعنا موجود تحت وتتعامل. وان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لك بيبقى كل شهر معانا سيكشن في الورشه.